السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير يا رب. مراجعة سريعة للكيا سيلتوس 2024 فئة النص فل. طبعا حصل لها فيس ليفت بسيط، وقفت جنبها ال 2023 على أساس نقارن بين ال 23 وال 24 نشوف أبرز التغييرات في السيارة. تغييرات بسيطة في واجهة السيارة. الصدام طبعا في قصة الصدام اختلفت، الشبك هنا أكبر، الليد النهاري جاي تقريبا في منتصف الشبك، الأنوار LED، وهذه ال 23 برضو الأنوار LED، والليد النهاري جاي في أعلى الشبك. طبعا ال 2023 فيها حساسات أمامية، بينما ال 24 بدون حساسات أمامية. وهذا التصميم الجانبي للكيا سيلتوس 2024. الجنوط 17 كروم، ومقاس الإطارات 215 على 60 17. المرايات الجانبية بلون السيارة، وطبعا فيها إشارات انعطاف. مقابض الأبواب كروم، الدخول الذكي من باب السائق فقط. وهذه الكيا سيلتوس 2023 من الجانب. الجنوط برضه كروم مكحلة، مقاس الإطارات 215 على 60 17، نفس المقاس، اختلاف في تصميم الجنوط. هذه جنوط ال 23 وهذه جنوط ال 24. المرايات الجانبية برضه بلون السيارة، فيها إشارات انعطاف، ومقابض الأبواب كروم، لكن برضه إضافة هنا في ال 2023 الدخول الذكي من باب السائق والراكب، لكن ال 2024 الدخول الذكي من باب السائق فقط. فهذه ثلاثة فروق الآن بين ال 23 وال 24. وهذه بطاقة كفاءة الطاقة، المحرك 1500 والجير CVT. السيارة طبعا دفع أمامي، الاستهلاك تصنيف ممتاز 17.5 كيلو لكل لتر، والبنزين 91. وهذه بطاقة كفاءة الطاقة لل 23. المحرك أكبر جاي 1600 والجير أوتوماتيك. في ال 24 جاي CVT، الاستهلاك جاي في تصنيف ممتاز 16.3 والبنزين 91. وهذه خلفية الكيا سيلتوس 2024، 3 حساسات خلفية وكاميرا رؤية خلفية. وهذه خلفية الكيا سيلتوس 2023. الأنوار LED في ال 23 وفي ال 24. برضو عندنا 3 حساسات خلفية وكاميرا رؤية خلفية. وهذه مساحة التخزين الخلفية في الكيا سيلتوس 2024. مساحة تخزين جيدة، ونقدر نطوي الصف الثاني وناخذ مساحة تخزين أكبر، والاستبنة جاية بالحجم الكامل. وهذه المساحة الخلفية في السيلتوس 2023 نفس المساحة، وبرضو نقدر نطوي الصف الثاني، لكن هنا في ميزة، في غطاء خلفي يغطي أغراضنا عن الشمس، وبرضو نوع من الخصوصية. ال 24 ما فيها غطاء خلفي، فالآن لاحظت فرقين في السيارتين. ال 23 فيها غطاء خلفي وفيها حساسات أمامية، والحاجتين هذه ما هي موجودة في ال 24. وهذه السيلتوس 2023 من الداخل ايزوفيكس، تكاية خلفية، فتحتين تكييف خلفية، ومساحة تخزين، ومنفذ USB للشحن. وهذه داخلية السيلتوس 2024 برضو الايزوفيكس، تكاية خلفية مع حوامل أكواب، ومنفذين تكييف، ومساحة تخزين، وUSB-C للشحن السريع. ال 23 USB-A. وهذا السيلتوس 2024 من جهة السائق، التحكم في المقاعد الأمامية للسائق والراكب يدوي، القزاز كهرباء، السائق أوتو طلوع نزول، تأمين القزاز، التحكم في المرايات الجانبية وصفط المرايات، وعندنا جهة اليسار التحكم في النور الأمامي طلوع ونزول ومانع الانزلاق. وهذه نظرة على السيارة من منظور السائق. الشاشة حدود ال7 بوصة، تدعم الأبل كاربلاي، المكيف جاي مناخ واحد، تحكم في يدوي. عندنا مساحة تخزين هنا مع شاحن لاسلكي، ومنفذ 12 فولت 120 واط، ومنفذ USB-A للشحن وتوصيل وتفعيل الجوال، الجير CVT، بريك إلكتروني، أوتو هولد، وتشغيل الكاميرا الخلفية. وهذا وضوح الكاميرا الخلفية. وهذا مفتاح أوضاع القيادة. عندنا 7 أوضاع قيادة. عندنا وضع السبورت والإيكو والكمفورت والسمارت، وعندنا وضع الثلوج والطين والرمال. وعداد السيارة شاشة، والدركسون جاي بتصميم ثلاثي ما هو ملبس جلد. عندنا في اليسار الأوامر الصوتية والرد على المكالمات، وزر التفضيل والمود والتحكم في الصوتيات وكتم الصوت. وفي اليمين مثبت السرعة وعداد الرحلات والتحكم في شاشة العداد. وهذه 23 من الداخل، برضو التحكم في المقاعد الأمامية يدوي، القزاز كهرباء، السائق أوتو طلوع نزول، سنتر لوك، تحكم في المرايات الجانبية وصفط المرايات، وعندنا تأمين القزاز. وفي اليسار عندنا التحكم في النور طلوع ونزول، التحكم في الأنوار الداخلية، درجة الإضاءة. وعندنا ميزة برضو إضافية في 23 الهيد أب ديسبلاي أو البروجيكتور ومانع الانزلاق. وهذه نظرة على الطبلون من منظور السائق. طبعا هذه سيلتوس 23 اللي قبل شوي صورتها ال 24.
الشاشة تقريبا 7 بوصة، تدعم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو. المكيف جاي مناخ واحد للسائق والراكب والتحكم في يدوي. عندي شاحن لاسلكي هنا ومساحة تخزين في الأسفل، منفذ يو اس بي لشحن الجوال ويو اس بي لتوصيل وتفعيل الجوال، ومنفذ ولاعة 12 فولت ومساحة تخزين في الأسفل. الجير سي في تي، وعندي هنا تقفيل الحساسات وأوضاع القيادة. السيارة هذه في 23 جاي عليها 6 أوضاع قيادة. عندي وضع الثلوج، وضع الطين، ووضع الرمال، وعندي هنا أوضاع الاقتصادي والعادي والرياضي. وعندنا في 23 فيها بروجيكتر، 24 بدون بروجيكتر. عداد السيارة في 23 عداد تقليدي، وعندي شاشة معلومات في الوسط حدود 5 بوصة، والدركسون برضو جايب تصميم ثلاثي ما هو ملبس جلد. تقريبا نفس 24. الأوامر الصوتية والمود والرد وإغلاق المكالمات والتحكم في درجة الصوت، وفي اليمين مثبت السرعة وعداد الرحلات والتحكم في شاشة المعلومات. طيب يا شباب، أبرز الفروقات بين السيلتوس 2023 والسيلتوس 2024. المحرك في 24 1500 والجير سي في تي، وفي 23 الجير 1600 والجير أوتوماتيك حدود ال6 سرعات. تغييرات طفيفة في واجهة السيارة، لكن الأنوار LED في السيارتين. 23 فيها حساسات أمامية، 24 بدون حساسات أمامية. 23 جاي فيها بروجيكتر، وال24 بدون بروجيكتر. عداد السيارة في 24 جاي شاشة، وفي 23 جاي العداد التقليدي. الشنطة في 23 فيها غطاء يغطي الأغراض، وال24 بدون غطاء لتغطية الأغراض، يعني في الشنطة الخلفية. هذه أبرز الفروقات بين السيارتين. الدخول الذكي في 23 من باب السائق ومن باب الراكب، وال24 من باب السائق فقط. طيب يا شباب، بالنسبة للأسعار، سيلتوس 2023 فئة النص فل ب 84,500، سيلتوس 2024 فئة النص فل ب 98,500، تقريبا حدود ال 15,000 ريال الفرق بين ال 23 وال 24. اللي حاب يستفسر أو يشتري راح أكتب رقم التواصل مع الشباب في معرض أوتو 1 جدة والرياض، والله يقدم لنا ولكم اللي فيه الخير.